مساء الخير. النهاردة بقى أكلة صحية، يعني ده التوب. ينفع اللي بيعمل دايت، ينفع الأطفال، ينفع لكل حد. ومشبهة جدا جدا على فكرة. بص، هي مكونها الأساسي السبانخ، سبانخ ولبن وبصل وبيض، ونحط شوية بيكنج باودر ونشا. أنا هكتب لكم مقادير بالظبط في صندوق الوصف. بص، أهم حاجة نقلب باللبن وكله كده بارد في بارد، والبيض نرش عليه رشة ملح وفلفل اسود طبعا، ودول 4 بيضات كاملين. وبننزل على السبانخ، بنبقى مقطعينها كده بايدينا حتى من غير سكينة ولا حاجة. وننزل بالبصل، بصل برضو مبشور كويس او متقطع صغير عادي، وبنقلب. مش محتاجة مجهود خالص، ما بتاخدش وقت. وبعدين نرش زيت زيتون عشان نكمل القيمة الغذائية بتاعتنا، ونقلب كويس. بص، ده غذا من الاخر. وندهن الصينية. انا حطيت زيت زيتون، وننزل بقى بالخليط بتاعنا كله على بعض. ما خدش 5 دقايق تقطيع وخلط كله ببعضه. وندخل الفرن درجة حرارة متوسطة على الرف الوسطاني. أخدت بالظبط حوالي ربع ساعة. طعمها جميل جدا. أنصحكم تجربوها لأنها جميلة جدا وصحية جدا، سبانخ وبيض ولبن، يعني قيمة غذائية أعلى من كده مفيش. يا رب تعجبكم. اوبا، بص الحلاوة، ايه العظمة دي، ريحتها جامدة اوي. تحفة. هو ده الغذاء الصح. تنفع للصغيرين والكبار واللي بيعملوا دايت. حكاية مستوية، ما خدتش وقت، طعمها مناسب جدا. هي عبارة عن سبانخ وبيض وقليل من الدقيق زي ما شفتوا الطريقة. حكاية، لازم تجربوها. معلش بقى، أنا هسيبكم عشان طعمها جامد أوي.